السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قلنا هعمل لكم الصابون للبشرة بالخيار. المرة اللي فاتت احنا كنا عاملين بالبقدونس. الحمد لله ان الناس عجبتها كتير جدا، وشكروني على الصابونة ان هي شدت بشرتهم وان هي بتفتح البشرة والهالات السوداء. كان في انتفاخات تحت العين، قللت ده كله. فالحمد لله انا نفسي اصلا بستخدمها، فولادي برضو بيستخدموها. فالحمد لله بصراحة هي صابونة جميلة جدا، كفاية ان هي اصلا معمولة في البيت. النهاردة بقى حبيت اعمل لكم الصابونة للبشرة بالخيار. طبعا عشان خاطر نجيب الصابونة بالخيار دي من الصيدلية او من اي منتجات بتبقى غالية جدا، فقلنا نعملها في البيت. انا جبت زي ما انتم شايفين حلة صغيرة، كان عندي بواقي صابون بتاع البقدونس صغير كده، حطيته في الحلة. وكان عندي صابونة جونسون بشرتها، وجبت كوباية مية، معيار الكوباية ديت انا مليتها كوباية مية سخنة وحطيتها على الصابون وقعدت اقلب فيه لحد ما داب. وبشرت خيارتين يكونوا دبلانين، موجودين عندك يكونوا دبلانين عشان ينزلوا المية بتاعتهم كتير. فانت تبشريهم كويس وتصفيهم مرة واتنين وتلاتة عشان ما يكونش فيه اي قشر فيها، وتقومي حطاها مع الصابون وتقلبي زي ما انت شايفة كده. عمالة اقلب علشان خاطر الصابون يدوب. طبعا الرغاوي دي كلها لما بقفل عليها ده كله بيرتاح. لسه فيه تكتلات صابون تحت زي ما انتوا شايفين، لازم ده كله ما يكونش موجود. لازم نقعد نقلب كويس قوي. انا طفيت عليه. اول ما تحسي ان هو هيفور تقفلي عليه وتقعدي تقلبي كويس قوي. اهم حاجة الجوانب من تحت عشان ما يكونش فيه صابون، قطع صابون. بصراحة صابونة الخيار دي بتشد البشرة وبتفتحها وبتعقم البشرة كمان، عشان خاطر الخيار طبعا مفيد جدا للبشرة، سواء اكل او ماسكات للخيار او الصابونة. وحلوة جدا للهالات السوداء لو انتي تعمليها وتعملي اللي ترغي الصابونة حوالين عينك، اشكال دائرية كده حوالين العين علشان خاطر الهالات وعشان الانتفاخات بتبقى حلوة جدا. انا دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهو عمالة اقلب. انا طفيت النار عليها، خليكم معايا خطوة بخطوة. ما عندكيش صابون جونسون، مش لازم صابون جونسون، ممكن صابونة قميه، ممكن اي بواقي صابون عندك نشفيه حطيه في كيس وحطيه فوق التلاجة، حطيه على المطبخ ينشف واستخدميه للصابون البشرة او تستخدميه لصابون المواعين. يعني بروة الصابون دي بنستخدمها في حاجات كتير. زي ما انتوا شايفين انا عمالة اقلب. بصي تقيل ازاي. طبعا الخيار هو ما بيكونش لوحده كده، هنضيف عليه زيوت. انا هضيف دلوقتي ربع كوباية مية وهقعد اقلب تاني. هنحط دلوقتي الزيوت بتاعتنا. دلوقتي يا جماعة حطيت غطا من زيت الشبت وغطا من زيت البقدونس.
وحطيت غطا من زيت العنب. الزيوت دي كلها مفيدة جدا للبشرة. نقعد نقلب كويس كده. ده زيت العنب اهو، وده زيت البقدونس، وده زيت الشبت. مش عايزه تحطي التلات زيوت، عايزه تحطي نوع واحد اللي يريحك، مش لازم. عايزه تحطي زيت واحد يبقى حطي زيت العنب. ما عندكيش زيت العنب حطي زيت بقدونس، ما عندكيش بقدونس حطي شبت، ما عندكيش التلاتة وعايزه تعمليها كده ممكن تحطي شويه جليسرين، يعني ما فيش اي مشكله يعني. دلوقتي انا طافيه النار مش مولعه عليها، انا ده كله عماله اقلب في الجوانب عشان ما الاقيش اي صابون موجود. طبعا لسه سايل شويه. هنحط معلقتين نشا، بس هنحط الاول معلقه نشا ونشوف التماسك بتاعها قد ايه. بس هنولع النار على الصابون شويه، بس هنوطي عليه خالص. انا دلوقتي مهديه النار عليه. هحضر معلقه النشا في شويه ميه علشان نحطها ونشوف الصابون هيبقى عامل ازاي. ده دلوقتي الصابون معانا. الصابون مش لازم ان هو يطلع نفس لون الخيار، عشان خاطر اللون الصابون اللي انا بشرتها كانت مختلفة، كان لونها روز، وكان عندي البواقي بتاعه الصابون البقدونس فبقى لونها مختلط كده. بصوا زي شايفين بقت تتقل. انا حطيت دلوقتي 3 معالق نشا بس بالتدريج، معلقة في يعني اقل من ربع كوباية مية، وقعدت اقلبها كويس وقمت حطاها في الحلة، وقعدت اقلب تاني في الصابون، وقمت حاطه معلقه نشا تاني، وحطيت معلقه نشا تالتة على حسب النشا اللي انت جايباه بيتقل من اول مره ولا لا. لو تقل من اول معلقه او من اول معلقتين من تاني معلقه يبقى ما تحطيش المعلقه التالتة. وحطيت معلقه لبن بودره. طبعا لبن البودرة تحفة تحفة تحفة، سواء في الماسكات او في الصابون. لما انا تحطيه على اي صابون انت بتعمليه للبشرة حلو جدا. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى ان هو يتقل. انا مهدية عليه النار والرغاوي بتاعتنا هديت شوية. بعد كده اللي عنده قوالب سيليكون، بس لازم يكون اتقل من كده، انا لسه هسيبها على النار شويه. اللي عنده قوالب سيليكون ممكن يحطها في قوالب سيليكون. انا ما عنديش قوالب سيليكون فجبت الازازه بتاعه سبرايت ديت وقصيتها من فوق. هصب فيها الصابون واسيبه يهدى الاول قبل ما احطها في الازازه، اسيبها تهدى شويه، وبعد كده اصبها في الازازه بتاعه السبرايت اللي انا قصيتها، واحطها في الفريزر ساعه. في الفريزر ساعة، وبعد كده هنطلعها من الفريزر وممكن تستخدميه على طول. لو عايزة تخليه لتاني يوم مفيش اي مشكلة. تمام. هي دي الازازة بتتقسم من فوق ويتصب فيها بس لما الصابون يهدى خالص، بعد كده يتحط في الفريزر ساعة. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. وطالبه منكم طلب، يا ريت ان انتوا تعملوا لي لايكات كتير وفولور كتير وقلوب كتير وتبعتوا لي تقولوا لي الحاجه اللي انا
بعملها حلوة ولا لأ. ولو في اي حد عنده اي تعليق من اللي انا بعمله يبعتلي. فياريت بستسمحكم ان انتوا تعلقولي كتير جدا وتعملولي مشاركة على كل الصفحات. واللي عايز اي حاجة ممكن يكتب لي في التعليق اعملها له. زي ما انتوا شايفين كده انا عمالة اقلب اهو. لازم يبقى اتقل من كده شوية، زي تقولي مثلا الرز بلبن كده. يعني لما تيجي تحطي النشا على الرز بلبن ويبقى تقيل، لازم الصابون يبقى تقيل كده، ما ينفعش تحطيه سايل قوي كده. فانا لسه هحطاه على النار شويه عشان بياخد وقت. تمام، يا ريت تدعموني وتعملوا مشاركات وتعملوا لايكات كتير. باي باي.